هي حصيلة مشرفة يحق لكل منتخبي ومنتخبات تجمع الوطني الأحرار وللمغاربة أن يفتخروا بهذه الحصيلة. اليوم هذا لقاء تواصلي، الغاية منه هو أن الهيئات ديال الحزب عندها رغبة أنها تواكب هذه العملية ديال تقديم حصيلة المرحلية للحكومة. تواكبها أولا لأنها كتعتبر راسها معنية بهذا المنجز، لأن المؤسسة الحزبية واعية بأن التنزيل والتملك والتواصل بشأن هذه الحصيلة من مهامها في إطار الاستماع والإنصات للمواطنين، ولكن بالدرجة الأولى للمنتخبين ديال الحزب. هي حصيلة كما تبعتوا في التقديم ديال السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، حصيلة جديرة بالافتخار وبالاعتزاز. حنا اليوم كنقوموا في هذه اللقاءات التواصليه المتواتره شفتها في المغرب كامل، لقاءات عديده، هو دليل على ان المناضلين والمنتخبين ديال الحزب متملكين ومعتزين بهذه الحصيله. قلت انها حصيله المعالم ديالها والاسس ديالها تلامس البرنامج الحكومي، واللي قبل كان مؤسس على برامج ديال الاحزاب الثلاثه، وخاصه البرنامج ديال حزب تجمع الوطن الاحرار. اذا اليوم في هذه العمليه التواصليه نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا وتثميننا لهذه الحصيله، وهي مناسبه باش كذلك نفتحوا الافق ديال التطلع. نحن فقط بصدد 30 شهر، النصف الاول من المرحله من الانتداب الحكومي، تطلع نحو السير بنفس النفس بنفس الوتيره، باش ان شاء الله البرنامج الحكومي وما يتجاوز البرنامج الحكومي نتمكنوا جميع من التنزيل ديالو حكومه وجماعه الترابيه وكافه المستويات. اليوم انا هنا تنحضر بصفتي الاكاديميه لكي أشارك مع حزب التجمع الوطني الأحرار في قراءة من زوايا متعددة للحصيلة المرحلية للحكومة. كيفاش تنشوفها أنا كأكاديمي؟ المقاربة القانونية، مقاربة النجاعة. هل نجح حزب التجمع الوطني الأحرار والحكومة التي يقودها في احترام الالتزامات الحكومية اللي كانت في البرنامج الحكومي ديال أكتوبر 2021؟ هل تحققت التعهدات الحكومية في تنفيذ المشاريع التي على أساسها أخذوا الثقة البرلمانية؟ هذا هو الجانب اللي غادي يكون عندي فيه نوع من المساهمة في هذه التجربة أو في هذا النقاش اللي منظمينه المنتخبين ديال جهة سوسماسة. عرفت بالحديث على الشق الاقتصادي، لأنه كيف ما كتعرفوا أن العنوان ديال هذه الحكومة هذه ولا في البرنامج الحكومي هي ترسيخ الدولة الاجتماعية. كنتكلموا على ثلاث الأولويات الأساسية اللي هي التعليم والصحة والتشغيل، وما يمكنش نحققوا هذه الثلاث الركائز هذا إلا من خلال واحد الطفرة اقتصادية وواحد النمو اقتصادي معين اللي تبذل فيه واحد المجهود كبير في هذه الحكومة هذه في النصف الأول من الولاية ديالها. اللي مهم بالنسبه لنا في هذه الحصيله ان الحكومه ما بداش كتدبر هاد المسؤوليات هادو في ظروف عاديه. كانت هناك واحد المجموعه ديال الازمات المتتاليه، ولكن الحكومه لم تتحجج يوما بهاد الازمات ولا بهاد الظروف اللي خدات فيها المسؤوليه. كان فيها واحد المجموعه ديال البرامج والمبادرات اللي دارت لمواجهه التحديات هادو. كذلك هذا الشيء ما خلاش انها ما تخممش في مواصله الاوراش الكبرى، خاصه في المجال ديال الصحه وفي التعليم، وكذلك في دعم الاستثمار ببلادنا. وشكرا.